الاهلي بطل مصر. بص يا حبيبي، خلي الحكام تجاملك، خلي الاتحاد خاتم في صباعك، وكل امله ان هو يخدمك ويوصل لك الدوري لحد عندك. وده مش كلامي، ده كلام عضو اتحاد مجلس اتحاد الكوره نفسه، هو اللي طلع قال الكلام ده، ان الدوري موجه لك. اشتري اعلام يهلل لك، اشتري اعلام يعمل البحر بتاعك طحينه، يشوف كام طوبه مرصوصه يقول عليها اهرام. حط ايدك في ايد اللي شبهك، خد شوية غل من عندك على شوية الحقد اللي عنده، وتعال اقف قدام الأهلي. في الآخر انت وهو والكل هيتداس، والدوري هيروح لسيد الناس. مش أي حد يبقى بطل. كلمة بطل مش بالساهل، مش انك تطلع تجيب كام عيل عاملين فيها مسؤولين كل مؤهلاتهم في الحياة، ناس واخدة دورات في التلقيح وفي الظهور بألف وش حسب الحاجة. هنا وطني هنا مش وطني، مش ده اللي يعمل بطل. عايز تعرف يعني ايه بطل؟ اتفرج على الاهلي، اتفرج على النادي البطل. هو ده شخصية البطل اللي لما رجله تدبدب وراك تهر على نفسك، ما تبقاش شايف تشيل بالاربعة وتشيل بالتلاتة من فرق في منتصف الجدول. هو انت ده، دي شخصيتك الحقيقية. ممكن تلعب موسم استثنائي كويس، تمام، ما عنديش مشكلة. عملها قبل منك المقصة، عملها بلدية المحلة، عملتها المنصورة. في النهاية مين البطل اللي من 1907 لغاية دلوقتي هو الأول، هو رقم واحد محلي وأفريقي، وهو اللي مشرف مصر عالميا؟ مين البطل؟ الأهلي بأبنائه. الأهلي يا جدعان اللي بيعملوا حاجة مش طبيعية. الأهلي سنة عن سنة بيعمل إنجازات هتتكتب في التاريخ. مدرب عاش معايا سنتين عمل كل حاجه في الكوره، جه في السنه الاخيره فقد الشغف، فقد خالص الشغف تماما. المدرب تحس ان هو فضي، الفرقه بقت بتنهار. يمشي المدرب بعد ما طلعك من افريقيا، واهدار بقى نقط بالتعادل مع البنك الاهلي، وتعادل مع فاركو، مع الاتحاد، ومع انبي، وكان هيخسر في اخر ماتش، والدوري بدا يروح منك. ومش كده وبس، يمشي وانت طالع من دوري ابطال افريقيا والمعنويات في الصفر. يروح الاهلي يجيب واحد من ابنائه اللي عمره ما مسك فرقه كبيره لكن لبس تيشيرت نادي كبير، عماد النحاس. يجي في مهمه تقريبا شبه مستحيله. الراجل ما مسكش فريق الاهلي فريق كبير قبل كده. يمسك الشرقيه للدخان، يمسك المقاولين، لكن فرقه بطوله وكمان زي النادي الاهلي مهمه مش سهله ابدا. وخصوصا داخل على فرقه زي ما بقول لك منهاره معنويا ونفسيا وعلى كل حاجه، الفرقه في النازل، ويجي قدامه 6 ماتشات وهو بيتاخر على المنافس ب4 نقاط. مهمه مستحيله. وبعدين 6 ماتشات ايه؟ عماد النحاس ما بيلعبش ال 13 في الدوري ولا ال 14، ولا ده بيلاعب افضل 6 في الدوري، بيلاعب مجموعة البطولة. يعني حتى انه يفقد نقطتين ولا يخسر ماتش وارد وطبيعي وما يزعلش. يجي عماد النحاس يعمل ايه؟ يكسب ال6 من 6. وعلى رأي الدكتور علاء صادق، عماد النحاس عمل انجاز ما عملوش مدرب في تاريخ النادي الاهلي على مدار تاريخه. مدرب من ساعة ما جه الاهلي لغاية ما مشي نجح في مهمته بنسبة 100%، ما فقدش نقطة. انا ازيد عليه اعتقد ولا في افريقيا ولا في العالم مدرب مسك فرقة اخد بيها بطولة ونتائجه بنسبة 100% فوز. هو كده وبس؟ لا، عماد النحاس دمر المنطق. في 6 ماتشات بيحرز 21 هدف، يعني بيلعب مع فرق البطولة بيحط 3.5 جول في كل مباراة، ده المعدل. ويخش مرماه 5 أهداف بس في 6 ماتشات، يعني مش محصل جول في المباراة. يعني قوي هجوميا، قوي دفاعيا، مسيطر، مكسح الكل، وختمها بسداسية الرقم الشهير للنادي الأهلي اللي احنا بنسميه كجماهير النادي الأهلي الوصل. النهاردة فاركو أخذ الوصل. فأي حد يفكر ان هو يعمل بطل على الاهلي، تاكد ان الاهلي هتلاقي الاهلي على طول فاركو هو وغيره. اوعى تحتفل قدام الاهلي ولسه في نفس ولسه في وقت. لو مش متعلم، لو انت جاهل، ارجع للتاريخ. المنظر الكوميدي اللي عملته النهارده يليق بيك لانك نادي كوميدي، نادي لا احنا عارفين مصاري دخلك منين ولا انت بتعمل ايه. كميه مليارات لو اديتها لاي واحد ماشي في الشارع هيعمل نادي ياخد 6 7 بطولات في ال6 سنين. انت ما خدتش غير بطوله وملايين عماله تدفع، وفي الاخر بتعمل راسك براس الاهلي. ازاي واحد عنده 100 وي سنه داخل عدى ال100 وي سنه جاي لقيط يعمل راسه براسه؟ شفت لما الاهلي ده براك ايه اللي حصل؟
فرق كان 4 نقاط ليك في ماتشين بس، ضيعت 6 نقاط. وفي اخر النهارده بتكسب. وما اعرفش علي ماهر الصراحه، مش قادر افهم انا استبعاد بوبو واستبعاد زلاكا في اخر اللقاء، كان واخد طرد ما اعرفش برضه مقصوده ولا لا. كل دي لعيبه معاره من بيراميدز، ما علينا. سيراميكا اللي بيطلع نار من بقه بيشيل 5 من فرقه والنتيجه 2-1 اتطرد منها واحد. ما اعرفش سر المباراه وما يهمنيش، اهم حاجه فريقي كسبان. طالما فريقي كسب يولعوا، يجي بعد الماتش عمالين يحتفلوا. سلوك يليق بيك والله، بالظبط كده زي اللي قبل كده اشترى كاس من العتبه وفضل يلف بيه. نفس المنهج، ما المرء على دينه خليله. لكن انا عايز اقول لك وانت بتحتفل مش مكسوف مثلا يكون معدي واحد من البنك الاهلي كده جاي يسحب فلوس بالفيزا يشوفك؟ مش مكسوف يكون واحد من فاركو جاي يعمل تركيبه يشوفك وانت بتحتفل؟ يعني الدايره لا يعدي حد كده من الانديه دي كده، فاركو ولا البنك الاهلي يشوفك بتحتفل يقعد يضحك عليك. بيحتفل بايه؟ ده انا مديله 4، والتاني يقول لك بيحتفل بايه؟ ده انا مديله 3. فاعرف حجمك. صدقني انت او غيرك ما بتشموش نفسكم محليا الا في حاله واحده بس، لما اكون انا مش في حالتي برجع لمستوايا والله الكل يقف ويسقف ويتعلم. ده لو عايز تتعلم. خليكوا في حقدكم، والاهلي دايما على القمه. الاهلي بطل الدوري ال 45 في موسم اعجازي، هيفضل يتحاجى زي ما اتحاجى دوري في التسعينات والزمالك فارق 13 نقطه في فريق الاحلام والاهلي ياخد الدوري، زي ما جه جوزيه في 2010 والزمالك فارق ورجع الاهلي خد الدوري. الحاجات دي ما بتتنساش، الحاجات دي علامه في التاريخ وبيتبنى عليها، وبتاكد للناس اللي انا بقوله على نفسي مش من فراغ. الاهلي بمنحدر مش من فراغ، روح الفلينه الحمراء مش من فراغ، نادي البطولات مش من فراغ، الجماهير العظيمه دي مش من فراغ. اوعى تفكر ولا يجي في بالك انك تقدر تهد ولا توقع النادي الاهلي. الاهلي وراه جيش، وراه شعب، وراه ناس بتعشق النادي ده ايا كان. اي حد مش عايز الاهلي مع الف سلامه وشكرا، اديتوا اللي عليكم مع السلامه. لا بتحايل على لاعب ولا بعيط للاعب ولا بفضل اجري وراه ولا يتف عليا وافضل اتحايل عليه عشان اجيبه. مش انا الاهلي، انا الكبير والباقي كله صغير قدامي. مش هتوصل له. ما تحطش راسك براسه. عايز تكبر، عايز تبقى فرقه كويسه، روح اعمل فتره معايشه، روح قول لهم بتديروا ازاي، روح قول لهم السر اللي عندكم ايه. انا نفسي اتعلم، ممكن تطلع بحاجه. لكن طول ما انت قاعد بتحاول تهدمني وجواك غل وحقد، والله انا ما شايفك وماشي في طريقي ودايما الاول. مبروك يا كل الاهلاويه، الاهلي بطل الدوري ال 45، النسخه الاعجازيه، النسخه اللي تقدر تقول عليها فيها لقطات كده للتاريخ. تيجي تبص جول اشرف بن شرقي في الزمالك، ما فزناش بيه، لكن اول ما ينزل ويجيب جول في الزمالك وهو لسه جاي، لا حاجه. يوم اشرف بن شرقي في ماتش الحرس والماتش مع اقرب ينزل يجيب لك الجول. تحصل ماتش الزمالك ويبقى الفرق 4 نقاط، ويجي بيراميدز بقابله ويجيب فيا جول، والحكم هيحط الصفاره في بقه. لو صفر انتهى الدوري رسميا، خلاص فرق 7 بونت ولسه خسران بالمنافس، خلصت. يجي احمد رضا يجيب جول يرجع تاني الدوري في الملعب، علامه مميزه. اما ياسر ابراهيم حدث ولا حرج. ماتش بتروجيت وانت كسبان فرق هدف واحد الماتش كله 3-2 ويشيل كرة من على الخط. يجي الماتش اللي بعده سيراميكا والحكم بيصفر، سيراميكا الكرة داخله الجون، ياسر ابراهيم من على الخط. يجي الماتش اللي بعده لا كرة ثابته ولا كورنر، يطلع اللي طلعه اللي وداه هنا ما تفهمش. في كوره عاليه بيلعبها له مروان، احد نجوم البطوله دي بلا منافس. دور على كل هدف هتلاقي ريحه مروان فيه، بدايه مروان ليه، لو مش اللمسه الاولى تبقى الثانيه تبقى الثالثه. يحطها لياسر ابراهيم يطلع مع سعيد سمبوري اللي ما فيش حد في مصر بيعرف ياخد منه كره عاليه، يحطها لوسام عشان يقضي على البنك الاهلي، عشان يبقى قدامك النهارده تتعادل تاخد البطوله. بس الاهلي لا، انت عايزنا نتعادل يروح كاسب لك 6 و6 اهداف متعه. انت بتحط اول هدفين والشبكه فاضيه. عارف التيكي تاكا ده اصل التيكي تاكا، ولا المشهد الاخير الختامي ما تلاقوش غير في الاهلي. عماد متعب عايز يرجع له الثقه، مؤمن زكريا هات جون، لا يحطها لمين؟ لحسام غالي. هات جون حسام غالي الشبكه فاضيه، لا يروح حاططها لعماد متعب عشان ترجع الثقه في نفسه، عشان بقى له فتره ما سجلش. هتلاقي ده فين؟ في الاهلي. امام عاشور 12 هدف، اسامه فيصل 12 هدف، هم الاثنين هدافين الدوري. امام عايز جول وينفرد بيبقى هداف الدوري لوحده. هجمه مرتده لامام ما يروحش بيها، ده يحطها لمين؟ لمروان عطيه اللي احد نجوم تاني السنه دي، بوش رجله خارج لحسين الشحات، عدت كله بقى هو والشبكه. حط حسين يروح عامل بكعبه فرش اللي فرشه، ودي مش دي طبيعه حسين الشحات، معروف ان هو مورد سجاد في الدوري المصري. بكعبه لامام عاشور عشان ياخد هداف الدوري. هشوف ده فين غير في الاهلي. سداسيه ادب لفاركو. بدأ الماتش الاهلي اول 10 دقايق في هزه، مش خوف
ولكن مباراه بطوله. وفكره انا فرحان جدا، كنت متفائل جدا بالحاله اللي فيها الاهلاويه بعد ماتش البنك الاهلي. كان كله قال لك خلاص الدوري في الاهلي، لغايه اما جه حد، هو اكيد كذا حد، بس انا هختصرهم في شخص الله يبارك له، طلع قال للناس ما حدش ينسى دوري سيد عبد النعيم. ودي كانت نقطه التحول، خلت الكل قلقان وبقى يفكر في المباراه. وفكره الاحتفاليه اللي كانت عند جمهور كتير وقفت، والكل بقى فكره الحذر ولازم التركيز. اما بيسود الجو ده انا شخصيا بطمن، اطمنت ان الكل قلقان والكل مركز. بس ده انعكس شويه على لعيبه النادي الاهلي في اول 10 دقائق، لعيبه قلقانه شويه، كان واضح اول قلق فيها. لكن بمجرد ما استلمنا كوره وبن شرقي حطها حريريه لكوكا اللي اتحرك كويس جدا، حطها لوسام هو الشبكه، الجون الاول بدات اللعيبه ترتاح. حاولوا فاركو النادي الاهلي، امسك، انقل، العب. الجون الثاني اشرف بن شرقي جاله من طاهر، كسر بالمدافع لعبته، وقبل ما تطلع حط رجله بمعلمه، عارف، بنى رصيف كده على الخط، خلى الكره ما طلعتش لوسام عشان وسام يجيب الثاني. يجي ان الشوط الثاني يبدا، امام عاشور انفراد، كان نفسي يحطها واحده عشان امام يبقى هداف الدوري او يرقص، لا، رقص شيكا، الراجل جاب رجله. معرفش امين عمر، يعني انا استغربت ساعتها، انا بحسبه مشاور بلانتي، لقيته مشاور ضربه مرمى. هو انت في حاجه في دماغك يا امين؟ هو بقى انا عايز اوضح بس حاجه لامين عمر والتاني المأذون اسمه ايه، البنا. عايز اقول لهم نقطه بس، مش عشان تبقى حكم كويس لازم تقول انا ما يهمنيش الاهلي ولا الزمالك ولا بيراميدز، انا مش هحسب. يعني فكره انك تحط لا انا الاهلي ما يهمنيش مش هحسب، دي حاجه مش ميزه، خلي بالك، بالعكس ده بيطلعك يعني ايه، انا اسف يعني مشوه نفسيا. كوره الراجل رايح عدى الجول، يعني امام عاشور عدى شيكا بقى هو والشبكه، وقع امام عاشور، انا هقع عليه يعني السؤال بس، يعني الكوره من بره، يا ريتني حتى اخد ضربه جزاء، وهي ضربه جزاء اصلا مش فارقه، وانا راجل بنافس على هداف الدوري وجات لي كوره انفراد، احطها على طول؟ لا انا ما حطيتش، ده رقصت الجول وبقيت انا والشبكه، ايه اللي هيوقعني؟ خصوصا ان الكوره ما طولتش ولا حاجه، الكوره لسه في المتناول، يعني بالمنطق كده ايه اللي يخليني اقع؟ طب ما انا هروح انا والشبكه واحطها، ولقيت ضربه مرمى. بصراحه يحسب اسمه ايه سعيد اللي على الحكم اللي هو عبد العزيز السيد، راح مناديه، فعلا سمانه تشيكا خبطت في وش رجل امام، والراجل كان هو الشبكه، كارت احمر وفاول. والله العظيم وسام داخل حطها يا وسام في زاويه الجول، حتى كان بيتفرج معايا طبعا صديقي محمد سامي وشريف وجيه وعمرو العمايره، كنا مع بعض كان بنتفرج، وفعلا وسام سم الهاتريك. عشان يجي بقى الرابع، امام عاشور كالعاده بيبدا يحط لعلي معلول. علي معلول مفيش كلام هتوصف علي معلول، ولا تاريخ علي معلول، ولا حب جماهير النادي الاهلي لعلي معلول. بص قيمه علي معلول عامله ازاي، اما حطها له امام عاشور، وده علي معلول ما تعرفش بيوصل ازاي، هنا بيجي ازاي بلمسه حراريه لوسام اللي فرد وش رجله عكس التاجر جول عشان تروح الجون الرابع والسوبر هاتريك. كله ساب الدنيا منهم وسام، وراحوا يشيلوا علي معلول على الاعناق ويروح للجماهير. ده علي معلول وقيمه علي معلول وقيمه اللاعب اللي بيخلص للنادي. اتفرج على علي معلول، هيفضل في قلوب الاهلاويه لغايه فين؟ لغايه اما ربنا يديله العمر. وبعد علي معلول هيفضل اسم علي معلول موجود، واحد من رموز واساطير النادي الاهلي. الجون الخامس حسين الشحات نزل الصراحه قلب الدنيا، تحس ان في عفريت نزل في الجبهه اليمين، واخدها رايح جاي، وجات له واحده ذكاء جدا، ذكاء جدا من وسام ابو علي، طبعا لم وراح بيها كويس قوي، قطم لجوه. كان النهارده وسام ابو علي حريف قوي الصراحه، بعيدا عن الاهداف كمان، هو اللي عمل الجون الخامس لقفشه. قفشه لو دخل ممكن يجيبها قفشه، بس في حد في باك ضغط عليه، عمل نفسه عشود، راح مفوت، عدت الكره الاثنين حسين الشحات، توقيفه ايه، وش رجل ايه في البعيد عالمي. كل كوم بقى، وجون السادس كوم زي ما اتكلمنا عليه، لوحه كده بعنوان النادي الاهلي، عشان الاهلي يفوز على فاركو 6-0 ويبقى بطل الدوري بفرق نقطتين على الاسيوطي. الاهلي بطل مصر، الاهلي بطل الدوري، مبروك يا اهلاويه، الدوري 45. والله كل اهلاوي حتى والفرق 4 كان متاكد ان الدوري هيبقى في الجزيره. ليه؟ عشان هو ده النادي الاهلي، وهي دي جماهير النادي الاهلي اللي ما بتعرفش يأس، ودايما واثقه في النسر ده وفي الشعار ده، وواثقه دايما ان الاهلي طالما في حالته محدش يقف في صوده، وبالعكس الكل بيترعب منه. مليون مبروك يا اهلاويه.